قبل ما نبتدي، لو ما شفتوش ملخص اول 6 حلقات هتلاقوهم في الاي اللي فوق دي، واتمنى منكم تعملوا لايك الفيديو ده. يلا نبدا. بتبدا الحلقه السابعة بدرية اللي كانت متضايقه ان كريم عايز يتجوز واحده مطلقه ومعاها عيلين كبار في الجامعه، وبعدها قعدت وعلمت هي بنتها منة الزراعه، وكانت زعلانه وقلبها وشها على منة لانها واقفه في صف كريم وموافقه على جوازه من شيري. فمنة قالت لها وانا لو كنت مكانها هتشوفي ان المفروض ما اتجوزش تاني، وبعدها قالت لها سيبيه براحته لانه شكله بيحبها بجد، وهي ست لطيفه ومحترمه ولو قابلتيها هتحبيها. فدرية فكرت في الموضوع تاني. أفنان بقى أخت شيري كانت قاعدة معاها وبيتكلموا ويهزروا مع بعض لحد لما شيري قالت لها إن هي وافقت على الخطوبة من كريم. فأفنان اصطدمت وسكتت، وبعدها بركت لها وهي متضايقة، وشيري أخدت بالها من ده. وكريم قعد مع ليلى وقال لها ان هو وشيري قرروا يتجوزوا، وانه خايف لا شيري تكون بتتهور واخدت القرار ده بس علشان تعند مع ياسين لانه مش قادر على وجع تاني. فقالت له ممكن لو ما كانش ده حصل ما كانتش شيري اتجرأت ووافقت تتجوزك. وقال ومراته وبناته كانوا خارجين، وياسين بص للبس مرات بابا واخته اللي ما كانش عاجبه بطريقه وحشه، بس طبعا ما قدرش يقول لهم حاجه زي ما كان بيتحكم في لبس شيري وهي كانت بتسمع كلامه. وبعدها هو كمان نزل، وياسمين وشيري كانوا وحشينه، فبعت فويس لياسمين يسالها عامله ايه، وسالته ناوي يرجع امتى، فقال لها انه مش ناوي يرجع دلوقتي، وكان هيسالها عن شيري بس لغى الفويس. شيري بقى راحت المدرسة وطلبت اجازة 3 ايام من النظرة، وقالت لها ان هي طالبة الاجازة علشان عندها خطوبة. فالنظرة فكرت ان ياسمين هي اللي هتتخطب، وقعدت تقول لها البنوتة كبرت وكبرتك وبقت عروسة وعقبال ياسين، وبركت لها ودتها الاجازة. فشيري اتحرجت وما قدرتش تقول لها انها خطوبتها هي. عمر زميل ياسمين واللي معجب بيها نزل الصور اللي بيصورها لها على انستجرام، وهي قعدت تقرا التعليقات اللي كلها حلوه ومدح فيها. فاتفاجئت وقالت له دي احلى حاجه حصلت لي من فتره، ما كنتش متخيله ان حد شايفني كده، ما كنتش متخيله ان حد شايفني اصلا، لانها طبعا في البيت شيري مركزه اهتمامها ومدحها وتشجيعها كله لياسين وبس، فده خلى ياسمين ما عندهاش ثقه بنفسها. فعمر قال لها بس انا شايفك على طول، وهي اتحرجت وسابته وقامت. درية بقى راحت لسعاد اللي كانت عماله تقول لجوزها ان في عازف في العين السخنه اسمه منير كان معجب بدرية قوي، ودرية اتحرجت، بس بعدها جابت رقم وكلمته بحجه ان هي عايزه تدي دروس موسيقى لحفيدتها تيا، بس هي اصلا كانت عايزه تكلمه وتشوفه وهو كمان، واتفقوا سوا ان هي هتروح له بتيا. شيري بدأت تجهز نفسها للخطوبة، فراحت مع نوشكا علشان تشوف الفستان، والبنت اللي كانت بتساعدها اتفاجئت ان هي عايزه فستان لخطوبتها هي، فشيري اتحرجت واتضايقت. بالليل بقى محمود قعد مع ياسمين وسألها عن رأيها في جواز شيري، فقالت له عادي مش متضايقة. فقال لها رأيك انتي بالنسبة لي أهم بكتير من رأي ياسين علشان انتي بنت، وممكن يكون عندك مشكلة في جوازها بوجود راجل في حياتكم. أنا مش عارف هما اتفقوا على ايه، انتوا اللي هتروحوا تعيشوا معاه ولا هو اللي هيجي يعيش معاكم، بس اللي متأكد منه ان شيري بتخاف عليكم ومش ممكن تعمل حاجة تضايقكم. هو هزر معاها وقال لها ايه رأيك لو اتجوزت واخدت ياسين معاها وانت تيجي تعيشي معايا وادلعك. فياسمين ساعتها اتأثرت وعيطت وحضنته. تاني يوم شيري خرجت مع كريم علشان يجيبوا حاجات للخطوبة والبدلة، وقال لها انت بجد عايزانا نتجوز ولا عايزة تغيظي ياسين او تنتقمي من وائل، لان التغيير المفاجئ ده مقلق بصراحة. فقالت له انها اكيد مش هتتجوز علشان تغيظ ياسين، ولو كانت عايزة تنتقم من وائل كانت انتقمت منه وهي متجوزاه. وحكت له انه كان بيخونها كتير وده سبب طلاقهم، وحبت تعرف منه سبب انفصاله، فما حبش يحكي، بس قال لها انه هو ما خلصش من مخاوفه القديمة لان الطريقة اللي سابوا بعض بيها وجعته. ياسين في الوقت ده صحى من النوم، وكان اخواته في المدرسة وبابا في الشغل، ومرات بابا سألته لو عايز يفطر، فقال لها يا ريت، فقالت له التلاجة فيها كل حاجة اللي هو قوم فطر نفسك يعني. فقام هو متضايق، وبعدها سألته عن محاضراته اللي بيفوتها علشان حرام الترم اللي بيضيع عليه اللي هو ارجع القاهرة يعني، وبعدها قالت له ما ينساش يغسل طبقه، فهو كان محرج ومتضايق ومش متعود على كده. أما درية فأخدت تيا وراحت لمنير علشان يديها دروس موسيقى وتشوفه. كريم قال لشيرين ان هو عايز يشوف ياسمين وتتغدى معاهم علشان يتعرف عليها قبل الخطوبة، فقالت له حركة حلوة منك، وكانت هتكلمها في الشغل وتقول لها بس قال لها خليها مفاجأة. وفعلا راحوا لها واتفاجئت بيهم قوي، وصاحبة المحل لما عرفت ان هي مامة ياسمين وخطيبها رحبت بيهم قوي وادتهم هدية للخطوبة، وخرجوا هما التلاتة سوا واتكلموا وهزروا مع بعض. وبعدها كريم روح وحاول يرضي درية ويهزر معاها، ووراها بدلة الخطوبة اللي عجبتها وقال لها ان هي ذوق شيري، فوافقت. وجاية من الخطوبة وشيري شافت ياسمين وهي بتعلق الزينة فضايقت قوي وتوترت لانها ما كانتش عايزة كل ده، ومحمود ونوشكا كانوا فرحانين بيها قوي. وبدأت الخطوبة وأفنان ما راحتش،
فمحمود كلمها واتحججت ان بنتها تعبانة ومش هتقدر تيجي، وهو كان متضايق من ده. ودورية حضرت وحاولت تعمل نفسها مبسوطة، بس هي كان صعبان عليها كريم. وفي الوقت ده ياسين في اسكندرية كان محتار ما بين ان هو مش مرتاح مع باباه ومراته، وما بين ان هو مش عايز يرجع لشيري وهي عايزة تتجوز. وبعدها احتفلوا بالخطوبة ولبسوا الدبل. وبس كده، ده كان اخر مشهد من الحلقة 7 من مسلسل ليلى الجزء الثالث. اتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار اول ما ننزل باقي الحلقات. سلام. قبل ما نبتدي، لو ما شفتوش ملخص اول 6 حلقات هتلاقوهم في الاي اللي فوق دي، واتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده. يلا نبدا. بتبدا الحلقه 7 بدورية اللي كانت متضايقه ان كريم عايز يتجوز واحده مطلقه ومعاها عيلين كبار في الجامعه، وبعدها قعدت وعلمت هي بنتها منة زراعه، وكانت زعلانه وقلبها وشها على منة لانها واقفه في صف كريم وموافقه على جوازه من شيري. فمنة قالت لها وانا لو كنت مكانها هتشوفي ان المفروض ما اتجوزش تاني. وبعدها قالت لها سيبيه براحته لانه شكله بيحبها بجد، وهي ست لطيفه ومحترمه ولو قابلتيها هتحبيها. فدورية فكرت في الموضوع تاني. أفنان بقى أخت شيري كانت قاعدة معاها وبيتكلموا ويهزروا مع بعض لحد لما شيري قالت لها إن هي وافقت على الخطوبة من كريم. فأفنان اتصدمت وسكتت، وبعدها بركت لها وهي متضايقة، وشيري أخدت بالها من ده. وكريم قعد مع ليلى وقال لها ان هو وشيري قرروا يتجوزوا، وانه خايف لا شيري تكون بتتهور واخدت القرار ده بس علشان تعند مع ياسين لانه مش قادر على وجع تاني. فقالت له ممكن، وممكن لو ما كانش ده حصل ما كانتش شيري اتجرأت ووافقت تتجوزك. وائل ومراته وبناته كانوا خارجين، وياسين بص للبس مرات بابا واخته اللي ما كانش عاجبه بطريقه وحشه، بس طبعا ما قدرش يقول لهم حاجه زي ما كان بيتحكم في لبس شيري وهي كانت بتسمع كلامه. وبعدها هو كمان نزل، وياسمين وشيري كانوا وحشينه، فبعت فويس لياسمين يسالها عامله ايه، وسالته ناوي يرجع امتى، فقال لها انه مش ناوي يرجع دلوقتي، وكان هيسالها عن شيري بس لغى الفويس. شيري بقى راحت المدرسة وطلبت اجازة 3 ايام من النظرة، وقالت لها ان هي طالبة الاجازة علشان عندها خطوبة. فالنظرة فكرت ان ياسمين هي اللي هتتخطب، وقعدت تقول لها البنوتة كبرت وكبرتك وبقت عروسة وعقبال ياسين، وباركت لها وادتها الاجازة. فشيري اتحرجت وما قدرتش تقول لها انها خطوبتها هي. عمر زميل ياسمين واللي معجب بيها نزل الصور اللي بيصورها لها على انستجرام، وهي قعدت تقرا التعليقات اللي كلها حلوه ومدح فيها. فاتفاجئت وقالت له دي احلى حاجه حصلت لي من فتره، ما كنتش متخيله ان حد شايفني كده، ما كنتش متخيله ان حد شايفني اصلا، لانها طبعا في البيت شيري مركزه اهتمامها ومدحها وتشجيعها كله لياسين وبس، فده خلى ياسمين ما عندهاش ثقه بنفسها. فعمر قال لها بس انا شايفك على طول، وهي اتحرجت وسابته وقامت. درية بقى راحت لسعاد اللي كانت عماله تقول لجوزها ان في عازف في العين السخنه اسمه منير كان معجب بدرية قوي، ودرية اتحرجت، بس بعدها جابت رقم وكلمته بحجه ان هي عايزه تدي دروس موسيقى لحفيدتها تيا، بس هي اصلا كانت عايزه تكلمه وتشوفه وهو كمان، واتفقوا سوا ان هي هتروح له بتيا. شيري بدأت تجهز نفسها للخطوبة، فراحت مع نوشكا علشان تشوف الفستان، والبنت اللي كانت بتساعدها اتفاجئت ان هي عايزه فستان لخطوبتها هي، فشيري اتحرجت واتضايقت. بالليل بقى محمود قعد مع ياسمين وسألها عن رأيها في جواز شيري، فقالت له عادي مش متضايقة. فقال لها رأيك انتي بالنسبة لي أهم بكتير من رأي ياسين علشان انتي بنت، وممكن يكون عندك مشكلة في جوازها بوجود راجل في حياتكم. انا مش عارف هما اتفقوا على ايه، انتوا اللي هتروحوا تعيشوا معاه ولا هو اللي هيجي يعيش معاكم، بس اللي متأكد منه ان شيري بتخاف عليكم ومش ممكن تعمل حاجة تضايقكم. وهزر معاها وقال لها ايه رأيك لو اتجوزت واخدت ياسين معاها وانتي تيجي تعيشي معايا وادلعك. فياسمين ساعتها اتأثرت وعيطت وحضنته. تاني يوم شيري خرجت مع كريم علشان يجيبوا حاجات للخطوبة والبدلة، وقال لها انتي بجد عايزانا نتجوز ولا عايزة تغيظي ياسين او تنتقمي من وائل، لان التغيير المفاجئ ده مقلق بصراحة. فقالت له انها اكيد مش هتتجوز علشان تغيظي ياسين، ولو كانت عايزة تنتقم من وائل كانت انتقمت منه وهي متجوزاه. وحكت له انه كان بيخونها كتير وده سبب طلاقهم، وحبت تعرف منه سبب انفصاله، فما حبش يحكي، بس قال لها انه هو ما خلصش من مخاوفه القديمة لان الطريقة اللي سابوا بعض بيها وجعته. ياسين في الوقت ده صحى من النوم، وكان اخواته في المدرسة وبابا في الشغل، ومرات بابا سألته لو عايز يفطر، فقال لها يا ريت. فقالت له التلاجة فيها كل حاجة، اللي هو قوم فطر نفسك يعني. فقام هو متضايق، وبعدها سألته عن محاضراته اللي بيفوتها علشان حرام الترم اللي بيضيع عليه اللي هو ارجع القاهرة يعني. وبعدها قالت له ما ينساش يغسل طبقه، فهو كان محرج ومتضايق ومش متعود على كده. أما درية فأخدت تيا وراحت لمنير علشان يديها دروس موسيقى وتشوفه.
كريم قال لشيرين ان هو عايز يشوف ياسمين وتتغدى معاهم علشان يتعرف عليها قبل الخطوبة، فقالت له حركة حلوة منك، وكانت هتكلمها في الشغل وتقول لها، بس قال لها خليها مفاجأة. وفعلا راحوا لها واتفاجئت بيهم قوي، وصاحبة المحل لما عرفت ان هي مامة ياسمين وخطيبها رحبت بيهم قوي وادتهم هدية للخطوبة، وخرجوا هما التلاتة سوا واتكلموا وهزروا مع بعض. وبعدها كريم روح وحاول يرضي درية ويهزر معاها، ووراها بدلة الخطوبة اللي عجبتها وقال لها ان هي ذوق شيري، فوافقت. وجاي من الخطوبة وشيري شافت ياسمين وهي بتعلق الزينة فاتضايقت قوي وتوترت لانها ما كانتش عايزة كل ده، ومحمود ونوشكا كانوا فرحانين بيها قوي. وبدأت الخطوبة وأفنان ما راحتش، فمحمود كلمها واتحججت ان بنتها تعبانة ومش هتقدر تيجي، وهو كان متضايق من ده. ودورية حضرت وحاولت تعمل نفسها مبسوطة، بس هي كان صعبان عليها كريم. وفي الوقت ده ياسمين في اسكندرية كان محتار ما بين ان هو مش مرتاح مع باباه ومراته، وما بين ان هو مش عايز يرجع لشيري وهي عايزة تتجوز. وبعدها احتفلوا بالخطوبة ولبسوا الدبل. وبس كده، ده كان اخر مشهد من الحلقة 7 من مسلسل ليلى الجزء الثالث. اتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار اول ما انزل باقي الحلقات. سلام.